توجيه لمدينه العيون كان واحد العمل اللي هو كان جاد وجاد جدا على كافه المكونات. التاريخ ديال هذه الانديه اللي يقولوا اغوستو من انغولا افريكا سبور ولا الترجي التونسي ولا الزمالك المصري، انديه اللي هي منات على القاره الافريقيه لمده سنوات، وهي اللي تشكل العمود الفقري للمنتخبات لا تونس ولا مصر ولا انغولا. وكيف كتعرفوا ايضا بانه على مستوى المنتخبات الهيمنه الكبيره ديال منتخب انغولا على مختلف الارقام الافريقيه ولا ايضا مشاركه بطولات العالم، بالاضافه الى المنتخب المصري والمنتخب التونسي. وهذا الحمد لله مفخر نحن كبير. وهذه التظاهرات كانت يوم من الايام كانت حلم بالنسبه لنا حنا ككل، ولكن اليوم صبحت ارض الواقع. بعد اعلان عن مدينه العيون غادي تنظم الدوره 32 تلقينا الحمد لله مجموعه من الطلبات حول المشاركه في هذه التظاهره هذه. والتظاهره هذه غتعرف مشاركه 8000 فتيات و12 فريقا في الذكور، بالاضافه الى حضور 14 رئيس جامعه واتحاد افريقيا اللي غادي يصل مجموعه ديال الدول المشاركه في هذه التظاهره، غادي يصل الى 24 دوله افريقيه بما فيها لدول اللي عملاقه في الرياضه الافريقيه، واعني بذلك جنوب افريقيا، الكاميرون، ساحل العاج، الكونغو الديمقراطيه، كونغو برازافيل، طوغو، بنين، غانا، السنغال. هذه الدول اللي رايده في المجال القاره الافريقيه وغتكون حاضره معنا في مده 10 ايام. بالنسبه للنظام ديال البطوله كيف كتعرفوا بانه هذه البطوله غتوصل الى 68 مقابله في دوره 32 من بطوله افريقيا الانديه الفائزه بالكاس، ومقابلتين ديال بطوله افريقيا الممتازه. اي غادي يصل عدد المقابلات 70 مقابله في ظرف 12 يوما، وغتكون موزعه ثلاث قاعات. القاعه الاولى وهي قاعه الشيخ محمد الرف، القاعه الثانيه القاعه الجديده بحي المطار، والقاعه الثالثه هي قاعه العوده بحي العوده. وتم اتخاذ جميع التدابير والاجراءات حتى تتم هذه البطوله في النجاح على كافه المستويات. على الرغم من انه لم يتم الاعلان عن تنظيم مدينه العيون الا مده قصيره الان 25 يوما، ولكن كان تحدي. هذه البطوله كتطلب استعداد ديال سنه او سنتين، كانت مغامره وكانت تحدي، ولكن الحمد لله الامور كلها الان تصير ان شاء الله في اتجاه نجاح هذه البطوله، رغم الاكراهات اللي كنحسوا بها واللي ما كنا نشاركون فيها. القاعات اللي كتنظم هذه التظاهرات قاعات لا تتعدى الاقبال ديال الجمهور ديالها 600 متفرج. اذا الذين غادي يسموا الدول الوفود المشاركه هي تقريبا كتصل اكثر من 400 مشارك. ونتمنى مع الله بانه غادي نشوفوا مع مختلف وسائل الاعلام منهجيه العمل اللي يمكن نوصل لكم الفكره وتكونوا انتم تشتغلوا في ظروف حسنه وجيده، ويتم التغطيه واحد الظروف اللي هي تكون مناسبه وجيده على كافه المستويات وحنا كنذكروا الصعوبه ديال الولوج للقاعه والجمهور، خصوصا غدا اللي غادي يكون مقابلات العياط الاخير، خصوصا الانديه اللي غتبان باش تمشي لبطوله العالم الانديه. والنقطه الثانيه بانه البرنامج العام نوصلوا به غدا لكل وسائل الاعلام، والبرنامج راعينا فيه الخصوصيه ديال المنطقه وجميع المقابلات اللي غتبدا ابتداء من يوم السادس الى غير نهايه البطوله. جميع المقابلات في مختلف القاعات ستبقى تجرى من الثانيه بعد الزوال الى الساعه 8 ليلا، كل يوم 3 مقابلات في كل قاعه، على اساس انه في الصباح غتكون راحه واستعداد الفرق. هذه مختلف الجوانب الفنيه والتقنيه اللي بغيت نقول للاخوان بانه راه ما يمكنش اي تظاهره تنجح اذا ما كانت واحد المواكبه اعلاميه واحد التغطيه اعلاميه. وحنا غادي نشوفوا شي اليه معكم باش نكون واقفكم يوميا، وحتى الشخصيه اللي غتحضر لهذه التظاهرات هذه تكون حاضره معكم وتواصل معكم، وايضا باش نحاولوا نستمعوا المشاكل اللي كتعرضوا لها على اساس انه نحلوها في اسرع وقت، وبانه توفر لكم جميع الظروف ان شاء الله باش يتم انجاح هذا النقل وهذه التظاهره القاريه مشروعه.
الزميل خبيب المحمودي حول جاهزية البنية التحتية لا سيما الحديثة منها، وكذا بأنه تم الموافقة وتسكين من طرف الاتحاد الافريقي لكرة اليد عن طريق خبرائه التقنية. هذا فيما يخص رئيس الجامعات. عندنا مجموعة من الأسئلة الأخرى اللي تحدث عن شيء يتعلق بالسيدة فاطمة أمين مندوبة الاتصال، بالأمانة اللي صراحة بذلت مجهود جبار جدا فيما يخص الجوانب الإعلامية من أجل إنجاح هذه التظاهرات. السيدة المندوبة بطبيعة الحال هذه تظاهرة ماشي تظاهرة عادية، هذه تظاهرة عندها بعد اللي هو استراتيجي، وعندها بعد إفريقي، واللي غادي تصنف مدينة العيون في مساق عواصم الرياضة في العالم. حنا كنحاولوا باش اننا نديروا كل ما في وجهنا اننا نوصلوها لداك الشيء اللي خاصها توصل ليه.